المصدر الرئيسي. من أستاذ الخبر هيثم؟ من المصدر الرئيسي. أستاذ عمر. طيب طبعا. انا مضطر لا، استاذن. مستشار عمر. متوقع طيب. اتفضل والله. يا اسامه بيه. انا مضطر استاذن بس عشان عندي مشوار مهم جدا. يا متولي اخويا، سواء كان الحكم بالبراءه او بالادانه، في الاول وفي الاخر القضاء وشأنه، والى ان طبعا. نلتقي ليلا بس ان شاء يعني الله يكون الخبر تم تاكيده من مصادر موثوقه. انت فاهمني؟ لنا لقاء اخر. تم تأييده يا فندم من المستشار عمر المحبة دلوقتي. يومكم جميل. طبعا بناء. قول والله العظيم. والله هو الراجل معايا على الواتس اهو. الله اكبر يا الراجل حبيبي. معانا على الواتس اهو يا قانون. الله اكبر. زي كل مرة هو بالظبط. يعني بس عشان خاطر يعني ايه، محدش يطلع يهبط في حاجة وخلاص. طب تمام. اخواتنا هيسقفوا ويطبلوا على الخبر ده؟ طبعا هيشغلوا سيستم العياد. لا احنا طبعا مش هنشغل، احنا داخلين على رمضان. تمام. ولكن ممكن نشغل عادي يعني، أنا مش آسف. خوفا من حد انا اسف. يعني. مساء الخير. جوكر منورين جميعا. يا أنا محمد متولي. متولي. يا جوكر. يا قانون. يا جوكر الناس اللي عايزه تفرح وتتبسط يعني يا ريت ثواني برضه يا تكون جوكر، بهدوء. ثواني بهدوء. اتفضل. كلمني من بدري صح؟ صح؟ واكدت وانا قلت لك لا، قلت لك مفيش براءات خالص صح؟ قلت لي برضه بنفس النص. أكبر. أيوة بقى يا كده عم. بقى الواحد يدخل رمضان فرحان بقى. أيوة كده. تم ده بس تأييد على عشان ليلى يتكبس. الشبه الآخر يا كان متولي؟ عندك شك يا ملك ولا ايه؟ تم تأييدها على ليلى الشبح برضه أنت قلت بنفس لسه المبنى. هيستنى بقى لغاية ما نستنى هيحكموا بإيه؟ طب اسمعوا ألف بس. مبروك طبعا. ألف مبروك طبعا المستشار عمر المستشار المحبة. انا عايز ألف اقول مبروك كلمتين. لليلى انا عايز اقول الشبح. كلمتين وانا المستشار واقف في الحته عصام. كده. رجوع الحق قال لأصحابه. لي طبعا يعني احتفالنا ليه كذبته؟ مم. وعارف ليه حطيت نفسي قدام المستشار عصام؟ قلت له اللي تحكم عليا بيه انا هنفذه، وانا مش عايز احكم عليك بحاجه. سمعتوا الكلام ده طبعا صح؟ طيب لو المحكمه شافت ان المستندات دي والدفوع دي قويه جدا قوي وتؤثر على سير القضيه، بتأجل القضيه ممكن جلسه واتنين كمان للاطلاع. دي جلسه دفوع واطلاع. لكن براءه لا يجوز، براءه خالص خالص، مفيش فيها كلام ولا هزار. دي براءة. انا دخلت لقيت الناس بتزغرط وتطبل وترقص. ايه الكلام ده؟ واقول للاستاذ عصام اهدى يا مستشار عصام، اهدى الله يبارك لك. يقول لا انا يا واثق من جودة كلامي. خش قول لهم بس تم تأييد الأحكام يا جودة. اتفضل يا قانون لا مؤاخذة. دايما لازم نقول الكلمة الصائبة، فاهم يا متولي؟ طبعا فاهم، وأنا عشان كده يعني سؤال بقى من لكم خلال كلكم. متابعتنا. سؤال عشان روح المعنية كده. مين اول واحد كذب الخبر ده؟ أنت طبعا. انت وعلشان كده أنا قلت لك أنا معاك طب علشان لقيت مين كلامك أول حد مقنع. أيدك يا قانون؟ المستشار هيثم حمد الله والمستشار عمر المحبة. لا أول مستشار هاني حد سمير كل أيده سنة أنا. بعد كده لا أنا بكلم جودة في الكومنتات. طيب. حاجة حابة أسمعكم حاجة بمناسبة رمضان وأخرج. طيب بس بعد يعني ما نذيع الأخبار بتاعتنا بس دلوقتي. طبعا نقول للمستشار عمر المحبة ألف مليون مبروك. حقك رجع لك، حق أسرتك رجع لك. نقول لليلى الشبح حقك وحق بناتك رجع لك. بالظبط. اللهم لا شماتة. اللهم احنا لما بنشبت في حد ربنا يفك أسرها، ربنا يفك أسرها. احنا كان مهمتنا من محاربتنا ليها والغلطها في أشخاص ومؤسسات الدولة وبعض ترويج الإشاعات عندها إن هي كانت تقف عن الكلام ده تماما، بما إنها يعني كنا نصحناها كتير وهي ما سمعتش كلامنا. ف يعني جه حبسها وهي اللي حبست نفسها بنفسها. احنا لما حد يروح له بجردل الميه يا جماعه، حد يروح له بجردل الميه. يا مستشار
بيعمل يمكن قهوة. بيصلي التراويح في اللايف بتاع عماد ولا حاجه يا رقم جماعه. كام؟ بيعمل قهوة. فهو فهو هو يا عصام بيه. ثانية واحدة القانون، هقول حاجة بس يا مستشار عصام اقول بعد لك زع يا إذنك. قانون، زع يا قانون، بقالي ساعه اقول لك مستشار كده. عصام بعد إذنك. ألو حول. مستشار عصام ارجع. أيوه كنت بعمل أيوه تليفونات أيوه. السلام عليكم. بص هتقع النت. استنى بس. لا 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 معاكي، معاكي هتقع. لا. هيجي لك طيب. مكالمة. هتقع النت، معرفش ايه، تم هتدخل تأييد الحكم، الفنجان. شغلوا اغاني. مالكش. تم تأييد بص الحكم، فكك شغلوا من كل اغاني. الليلة يلا بينا. دي. ايوه احنا قعدنا وسمعناك كلنا كلمة كلمة. اتكلم انا بس. ايوه بس لو في حكم النهارده يبقى انا اللي كسبت. لو في حكم النهارده ثواني بس، طب يبقى ثواني أنا اللي بس اقول كسبت. لكم على لأن حاجه انت يا قلت مفيش جوكر. حاجه النهارده. ده طب يا الرهان جوكر، بتاعي. لا يا انا قلت قانون معاك مفيش يا قانون براءه. سامع. قلت لا والله مفيش ما براءه. حصل. والله ما والله حصل. حصل. لا لا والله لا لا حصل. لا 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 والله لا لا. حصل. لا لا لا. والله طب حصل. اسمع استاذ لا. عصام، هو الكلام ده لا. كان معايا يا استاذ عصام. اتفضل. يا استاذ عصام، الكلام ده كان معايا انا، هو كان بيكلمني قال لي بص يا جوكر، يعني لهم هنا اسوء على الظروف الهوا في مش هيكون براءه، هيكون حكم مع ايقاف التنفيذ. ولو ثبت دليل قوي في الدفوع السبعة، دليل قوي جدا، المحكمة والله ما وشأنها حصل. لا يا إما لا لا. تأجل 3 لا أسابيع. انا كسبت كده. انت قلت ثواني لي بس، النهارده ثواني بس، هيحجز ثواني بالحكم. بس. قلت لك أستاذ لا. عصام، الاستاذ ناجح أستاذ جه قال عصام، لك. طيب ماشي اتفضل. لو الدفوع السبعة قويين جدا، يثبتوا ان ال6 شهور باجراءاتهم فيها اخطاء، فالمحكمة هتطلع. وده المحكمة وشأنها تأجل 3 أسابيع. شرحت الحتة دي وليه؟ لأن المحكمة دي في الجلسة الأولى بتطلع. أما براءة أنا نفيت أصلا، قلت مفيش براءة، مفيش الكلام، قلت كذب كمان، قلت كل الكلام ده كذب. هيبقى في حكم النهارده. محمد متولي موجود اهوت وملك موجود اهي. يعني دي تفرق معاك؟ تفرق طبعا. لا ثانية واحدة يا مستشار عصام بعد إذنك. عصومي انت ما قلتش كده. ما عصومي قلتش كده. ثانية واحدة يا مستشار لا بس انا بعد لا إذنك. لا حاسبه. انت لا قلت براءة. لا حاسبه. ثواني بس ثواني. لا اسمعني. قلت انا براءة الاول قانون حاجه. رد. طب اسمعني. ثانيه واحده. الاول انا قلت لك مرة الجوكر يثق فيا، المستشار أول مرة طه الجوكر قال يثق فيا. براءه تمام. فراح هو قايل لي لا مفيش حكم النهارده. قلت له لا، النهارده الحكم اما تأييد او تعديل او براءه. حصل ولا ما حصلش؟ لا انت لا، قلت لا، لا. براءة. عيد خلي بالك يا قانون، يا قانون لما هو لا زملك لا لا انا بثق عيد فيك البث يا من متولي. زمان. وعمري ما قلت انت قلت كلمه وانا شككت فيها لدرجه ان انا اللي رنيت عليك قلت لك في ايه. حبيبي يا جوكر. وعلى فكره يا مستشار عصام، انت قلت براءه واكدت، قلت لك لا مش براءه، ولو انا كذاب اللي تحكم بيه عليا هنفذه. واقول لك لا انا لا مش لا عايز لا. احكم احنا عليك ما اتكلمناش بحاجه براءة ولا ومعاك غير براءة. ساعه انت قلت او النهاردة. 2. شرع لا ده صف القانون عشان انا واثقة فيه بصراحة. فانا قلت له من ساعتها لا انا لا معاك. انت لا كلامكم ما فيش امانه عندكم. بتشتغلوا لا بتضحكوا عليا. بتضحكوا س عليا والله. لازم 3 لما نزل الفيديو عندي على الحساب يا عم عصام. والله يا طب قانون والله ما العظيم حصل 3 بينا يا لما نزل قانون. الفيديو عندي على حسابه دلوقتي. طب ايه اقول رايك لك بقى؟ حاجه بقى. انا بدات اسقسق يا هلا. عاجبك كده؟ لا ثانيه واحده. مين اللي ما طب عندوش والله ايه؟ ما بتقول ايه؟ حصل. بتقول ايه؟ والله ما والله حصل. العظيم. براء. هو قال الناس اتصلت عليه وقالت له براء. وهو بناء عليه الناس هيصت في المنصات صح؟ كانوا مشغلين الاغاني والناس مهيصه في متولي على والله فكره حصل. هتلاقيه في اللايف عندك يا متولي عشان انا فتحت الصوت هنا. فانت كنا لايفك مشغلين هنا أغاني، أمال متسجل إيه؟ فيه كلامك وكلام استاذ طه واستاذ عصام. حصل. ايوه. فحضرتك انا قلت بس اسجل اللي هناك هنا عشان لو احتجته تقص على طول. لا انا بالنسبه لي انا عندي بس يعني بص يا ملك انا بالنسبه لي واضح وضوح الشمس. استاذ محمد اسف مستشار اللايف الجميل استمتعت معك واستفدت، وعلى الله اكون افدت، وان شاء الله باذن الله ما انقطعش
التواصل بيننا وبين بعض. استاذن حضراتكم، كل سنه وانتم طيبين. انت الصحة والسلامة. اتفضلت طيب يا حبيبي ما شاء الله. مش فرحان في البنت ما ربنا كملتش. يعني يفك ثانية دقيقتها. واحدة متولي ردا على و- كلمتك بعد إذنك. طب عايز اسالك سؤال يا متولي عايز اسالك اتفضل. سؤال. هل اللي بالنسبه للست شهور تنفيذ ولا مع ايقاف التنفيذ؟ تنفيذ يا فندم، تنفيذ تنفيذ كل يا الاحكام فندم. تنفيذ. تنفيذ يا فندم. طب وبتاعت ليلى الشبح 100,000 جنيه ما فيهاش احكام، ما فيهاش 100,000 100,000 ده 100,000 غرامة. ولكن عاوز اقول لك ان الشبح تقدر يعني تطالب بتعويض اكتر من كده يعني. حقها طبعا، حقها طبعا. فاهمني؟ يعني بصوا يا جماعة، اجمالي الاحكام 3 سنين ونص كده، 3 سنين ونص. المبالغ المالية فيهم حوالي 400,000 جنيه. بتوع ايه 400,000 جنيه؟ ده التغريم بتاع المحكمة. تمام؟ اللي هم ايه وايه وايه؟ بتاعت وفاء عامر 100,000. 100. ايوه. بتاعت عمر المحبة 100,000. بتاعت أحمد وهبة بتاعت عمر 100,000. المحبة بتاعت الشبح 400,000. لا، عمر المحبة 10,000. يا سيدي 10. يا سيدي بص، هم 300,000 كده بس. 310. معلش يعني خلاص يا جماعة. بس ماشي، ما احنا بنصحح لبعض بس يا حبيبي. دي الاحكام، دي الغرامات العاديه. فاهمني؟ الغرامات وعليكم السلام، دي الغرامات بتاعت المحكمه. كل سنه وانتم لكن وانتم طيبه يا سمسمه. يا سمسمه ثواني بنتكلم يا سمسمه، وبعد كده بقالكم كتير بتتكلموا، انا اقول لكم وحشتوني الله. لكن ممكن تصل الاحكام الى 4 مليون جنيه. تعويض. الغرامات، التعويضات تصل غرامات الى إيه؟ اكتر من 4 مليون. ازاي بقى؟ فهمنا كده، يمكن انا مش عارف، فهمني ازاي. يعني كل واحد فيهم لو رفع عليه قضية تعويض، احسب انت بقى. طب هتجيب الفلوس من فين يا جماعة؟ جالنا البث هناك وبيخذنا وبيقول لنا الاحكام اتأيد عليها. ايوه طيب ما ما احنا قلنا يعني. ثانية واحدة. احنا بص اقول لك على حاجة. انا من الساعة 6 ل 10 بالظبط عندي تفاصيل الحكم، ولكن انتظرت صاحب ايوه عشان يعني الحق هو اللي يقول. صح كده، هو ده الصح بقى. يعني انا عندي ان هو تم تأييد الحكم عليها، ولكن انتظرت. ايوه. مين صاحب الحق؟ ايوه المستشار عمر طلع هنا في الجست وبعت له على الواتساب يقول له الحكم. انا طب المستشار هيثم فين؟ ما هو معلش يعني عمر المحبة. بقول لحضرتك المستشار عمر بيقول لي يا عصام بيه تليفونه بيجيب مقفول منين؟ ليه؟ تليفونه مقفول ليه؟ طيب تليفونه العام مقفول، ولكن الخاص مفتوح وبيتواصل مع الراجل يعني. تمام؟ بيتواصل معاه الرقم الخاص اللي مش مع حضرتك يا استاذ عصام. انا بهدي النفوس بصراحه. هو ايوه، ما انا عارف، انا فاهم غير ما توضح يعني. ده الفرصه يا محمود ان هي تتكلم. طيب ده براءة ازاي وهو بيقولوا الحكم اتأيد في القضيتين؟ ازاي خدت براءة؟ يا خبر، النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. محمود. نعم يا هلا. دكتور نظيم قال لي اصبري هجيب لك صوره الحكم. وهي قالت مش عايزه محامي. فعلا الدكتور نظيم قال لي كده. قلت انا اسمح لي يا سياده القاضي اتكلم عن نفسي واحكي لك اللي حصل معايا. اداها مساحه تتكلم لحد ما خلصت. قال لها خلصت؟ قالت له دي الناس اللي كانت في المحكمه عندك في اسكندريه هم اللي اتصلوا بيا وقالوا لي. تمام. يا دماغي. طب انت يا هلا مش معاك رقم تليفون الاستاذ نظيم الدبرداش؟ ما انا كلمت على الهوا دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده، ما يكونش وصلوا في الحالي لسه مكلماه. لسه مكلماه الحكم لسه طالع يا هلا. الحكم لسه طالع بالليل. قال لي استني بكره. يبقى يدي الخبر لمحمد افلامنجي قبل ما يديه لاي حد. ما هو اصل الاولى له مين؟ الاولى له على فكره افلامنجي فاتح. هو يعرف محمد افلامنجي فاتح. ايه؟ افلامنجي فاتح اظن. فاتح.
فاتح دلوقتي؟ ما هم من قيمة نص ساعة في واحدة دخلت قالت إن هو فاتح. خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل. بس لا ده السعودية كان من ده، لا ما ينفعش. السعودية ده الكلام ده كان من 10 سنين. لا السنة اللي فاتت يا ريس، السنة اللي فاتت. وبعدين ده كفارة لو اتأخروا يوم، مش هيقدموا يوم. لا ممكن بقى عشان فطروا بدري يوم، ولا اتأخروا يوم. I'm 60 مسكين. يا عم ان شاء الله تتعب عقبال ما تتعب مليون. فأنا مريضا وساعات ببقى على سفر يعني. ايه ده عندك عذر؟ ما خدتش بالي. مريض مش عندي عذر، مريض دي رخصة. ايوه ادينا سامحنا انا وانت، ادينا احنا ما بنعملش حاجه وحشه في حد. ليه تحسب الكلام غلط يعني؟ المرض انا نيتي صافيه. صح يا درش؟ مصطفى نزل. ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. بسام كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلب احمد. انت طيبة الشبح يا رب. مش هتجيب يا ابني الشباشب اللي عندك؟ تلم نفسك. طبعا مش هتطلعي اسكندريه انت؟ مش هتطلعي اسكندريه؟ طبعا رايحه يعني خلاص. طب يبقى تنوريني بقى شبح. لا انا طالعه من ناحيه الساحل كده. شريره برضه انا خالص والله. ده انا لسه رد على حاجه يعني فيديو معمول لك انت ووفاء عامر، رديت عليه قلت استحاله احمد وعبه ووفاء عامر يعملوا كده في عيال او يظلموا حد. احنا ما بنظلمش حد بالباطل. يعملوا ايه؟ انت بتخطف العيال دلوقتي. واحدة اسمها ايه؟ آسيا نزلة فيديو عليك انت ووفاء وحاطة اساميكم، شطا بيتكلم وبيعمل كده بيهددها بصور عيالها عند المدرسة، وكاتبة بقى عليك انت وهي. بصراحة استفزني الموقف، رحت داخلة كتبت كومنت. ما بنعرفش نظلم يا جماعة والله بجد يعني. كمان والله العظيم قالت اللي بتسوحوا انت ووفاء، وحاطه صوره المدرسه. ما عرفتش حاطط صور مدرسه ابنها ولا ايه، مش عارفه يعني. فقلت لا يعني احنا مالناش دعوه بالعيال اصلا، لينا دعوه بالكبار. احنا ما بنعرفش نظلم. انا بتكلم بالنيابه عن لسانك ولسان وفاء وانا قادره. فانا بصراحه ايه الناس دي عايزه تحس انها ليها قيمه، مش عارفه يعني. حرمت عليك عيشتك ان شاء الله. عايش من غير ايه حمرك ايه همرجح. امشي يلا، انت ظلمتي ناس كتير يا شبح. انا ما بعرفش اظلم. انا اعرف لو ليا حق عند حد اسيبه مره واتنين والتالتة عندي ثابته بس. خلاص بقوا بتوعي. ما بعرفش. احمد اخبارك ايه؟ زي الفل والله الحمد لله. كويس؟ زي الفل الحمد لله. انت مبسوط؟ انا على الاخر. بس يا ده احمد بقى يا بسام، انت مش شايف اللهطل ده؟ انت بتجمع نفسك بينك وبين الصعايده. خلوني امسك لساني بقى.
والله ما شايفه. مع الابو اللي جابك للكبير بتاعك. ايه ده؟ مبروك على ايه يا توحة؟ معرفش والله، انا بالنسبه لي معرفش حاجه. انا عرفت ان احمد وهب بقى اخدت اتنيلت خلاص، ماليش دعوه غير بالدفتر. زي ما كلهم قالوا لي 6 شهور و100,000 ورجعوا لقيتهم نيلة 100,000 بس. يا شريف اخبارك ايه يا حبيبي؟ بقول لك ايه، انا صباح الف مليون مبروك يا عيد الحكم وكل. طب ما هو ازغرط. استنوا انده لكم مريم بنتي اتزغرط. احمد طب انا عايزه حلاوه بقى. حلاوه عن تبلي. يا اختي جميله، يا اختي يا اختي تملق زي عليا. حلاوه عن تبلي؟ انت خليت فيها عن تبلي انت. ده انت غلبت، عارف انت يعني. احنا مافيا نسينا. قول لي يا شريف عايز ايه؟ لو عمر فتح هنتاكد من الخبر. ليه؟ طب ما احنا نسال يعني هيثم حمد الله. ما اعرفش اذا كان راح اصلا ولا لا. ما هو اصل ما اعتقدش ان المحامين راحت اساسا. ايوه قول لي يا شريف ايه عايز ايه؟ انت الفرع بتاع ليبيا، انت بتاع هيثم راح. مصطفى نزل ليه؟ مصطفى نزل ليه؟ مش عارفه. وقع ما بربطش الحزام ده على الجسم. اها راكب الاسانسير بس. خلي بالك يا استاذ درش، انت هيثم بقيت حمد الله مجرم. راح. يا درش انت بقيت مجرم. بقيت مجرم مع سبق مجرم ايه الاصرار بالظبط؟ والترصد. ايوه مجرم ايه بالظبط؟ بقيت مخربش كده وبتاع. ايوه انا طول عمري مخربش، بس الواحد هنا محترم يعني. احنا بنتكلم بادبنا وباحترامنا، لكن قله الادب دي مكانها مكان تاني. ايوه واللي عايز يشتمني يشتمني في المحكمه بالورقه والقلم والقانون، لكن يقعد يشتمني كده على ايوه استنى فعلا ده يا لهوي يا خرابي. ده انت ساعتها اتفشخت بصراحه، بس انت احسن منه. حاسبهم بالورقه وبالقلم. مين اللي اتفشخ؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ ايه يا مدام ليلى؟ ايوه يا درش عمالين يشتموك ويغلطوا فيك كتير، ما انا بعتلك. ما اللي يشتم مكاننا في المحكمه. طيب امتى بقى اول حلقه؟ امتى في المحكمه اول محضر؟ لا ده في كذا حلقه، مش حلقه واحده. انا يا جماعه مش انا عامل لهم فوازير رمضان. انا مش مع الغلط يا جماعه. اللي هيشوفوها على الواقع. اللي يغلط يتحاسب. انا مش يعني انا مش هسكت ومش هقف مع حد في الغلط بصراحه، من الاخر يعني. ولا يصح الا الصحيح. اللي يغلط الحاكم عندنا يحاسبه بس. والنهارده استاذ هيثم يا حاج كان موجود في الجلسه، وكان مكلمني الفجر يعني. كنت انا وهو على تواصل يعني مع بعض، وكلمته بعد الجلسه بس ما كانش القرار صدر يعني، وهنشوف. اصلا الدفتر ده بيطلع بعد اسبوع صح؟ الحكم يعني بيطلع في الدفتر بعد اسبوع. لا ليه؟ ايه اللي بعد اسبوع؟ ده متسدده، هتلاقيها متسدده في الاجنده تاني بكره. طيب والتعويض المدني مفيش حاجه اسمها
يروح بقى يرفع في الدعوة المدنية. هو مرفوع اصلا ب 250. ايوه ماشي، ما دي الاعلان المدني، الدعوة المدنية، الدعاء المدني. يروح بقى يرفع دعوة مدنية بقى بال 250,000، هي تحالب بقى الدعوة المدنية، ياخد الحكم ويشتغل عليه. يلا هي حظها حلو، القاضي بيرقف بيها يعني، وعادي. ده انا ولا ايه؟ يا عم خلاص عادي والله، والله ولا يفرق. ليه بقى؟ عارف ليه؟ انا مش هتعامل مع حد اصلا، يعني انا يعني الحكم يعني حكم الله، ده اول حاجه. تمام؟ فبالنسبه لي عادي، بس هيبقى شغل المحامي مش شغلي. تمام؟ كده واخده حقي والطق 10 ايه. بس قضيه وفاء حكمت ليا ولينا كلنا معنى اصح من اول يوم، وعادي بقى مفيش مشكله. الضرب في الميت حرام يا درش. ما هو بقى مفروض بقى طالما مدام وفاء يعني كلنا في مركب واحدة زي ما بيتقال، تعالي بقى معانا في المركب بتاع رجب. شابو كتيرة. مين هو يا حبيبي؟ أحمد رجب. وفاء مالها؟ انت مش شايفة اللي بيعمله؟ شايفة اللي عمله امبارح؟ ده طالع يهدد علني. انت ما كنتيش متابعة معانا ولا ايه يا مدام ليلى امبارح؟ مش كان طالع بيهدد علني؟ اول امبارح اول امبارح معلش، الايام بقت شبه بعضها يا حاج. حلاوه روح يا مصطفى بيه. ما انا عارف، هو طابب. درش، انا عايزه اقول لك حاجه. اهلا. ايه ده، جت منين دي؟ لسه جايه بعد ما اتفشكلتي جايه؟ لا اله الا الله. لا والله. اتصلي لي بسامح عشان بيقولوا لي البت خدت براءه في الاستئناف، كان اليوم على الحبس بتاعي. اتصلي بيه كلميه. ايوه اتصلي بيه. يا درش عايزه اقول لك حاجه. انا بالنسبه لي، انت بتقولي على احمد رجب صح؟ رجب. طيب انا بالنسبه لي، انا والله العظيم ما شفت. تمام؟ بس يعني حد بعت لي. ده امبارح. بقول لك ايه، استني صح افتكرت. حد بعت لي. اسمعني النهارده الصبح، اسمعي بس انت، اسمعي. بقول لك ايه، انا بتكلم ايه. اسمعي والله انا بتكلم عشانك انت. النهارده الصبح كنا عند توكسافين، فبيقول ان وفاء عامر كلمته، قالت له ان انت اتصدرتي، يعني طلبت منها تسامح احمد رجب وهي رفضت. فقلت له يعني كان عايز بقى يعملها، يعني ان هي اكتشف يعني فاهمه بترول في البرنامج. فقلت له تاني كده يا برنس، تاني كده معلش. وفاء مالها؟ طلعت وكلمت توكسافين. يعني وفاء طلعت عند هيثم؟ لا كلمته في التليفون. ماليش دعوه. انت سمعته؟ انت سمعت وفاء؟ انا كنت عنده، هو اللي قال. انا بحكي لك على اللي حصل. قالت ايه؟ ان انت كلمتيها على احمد رجب وهي رفضت. انا قلت له حصل. هي رفضت؟
لا تعليق، لا تعليق والله، لا تعليق. اصل انا بصوا يا جماعه، انا ما بحبش اللي في الخاص يطلع على العام، فانتوا بالنسبه لي العام الخاص بتطلعوا على العام، انا بالنسبه لي انا كتاب مفتوح. انتوا مين بقى؟ اي حد. انت لا، الكلام ليك انت، لا مش انت، اركن انت يا احمد بقى واسند ظهرك بقى. ياه خلاص يا عليك. فانا بالنسبه لي ساعه لما كانت عند متولي مرتضى اتدخل في الموضوع، احمد اللي قال لي مرتضى اتدخل في الموضوع، خلاص. فانا لما كلمتها قلت لها مرتضى اتدخل في الموضوع، يبقى خلاص نقدر مرتضى، صح ولا لا يا احمد يا وهبه؟ ولا انا بتكلم غلط ولا ايه؟ طبعا. لما حد اتدخل ويبقى خلاص نلجأ للراجل ولا نعمل ايه؟ لا اصول. طيب فانا قلت لها، قالت لي خلاص. طلع عامه عادي يعني، هو كلموا بعض يعني وخلاص، اللي هو خلاص هيتراضوا. بس قالت لي لا انا مش هتنازل. المستشار مرتضى قال له يعني هي قالت كلام واحمد قال لي كلام. انا الفاصل بينهم مين يا ريس؟ مستشار مرتضى. تمام. فاتكلمت بقى وبتاع وكده، فقالت لي لا يا ليلى ده غلط فيا، شوفي الدنيا فيها ايه. لقيتهم فاتحين وعمال يقول محاميحه وهو هاني عوض على اليوتيوب في نفس اليوم او بعديها. كانت رايحه الصبح النائب، مش فاكره بصراحه يعني، انا مش فاكره. الموضوع ده بقاله كتير، موضوع متولي ده بقاله كتير، صح ولا ايه؟ بقاله بتاع شهر باين. طيب انا بنسى بصراحه يعني. بس فهي بقى هو اتوسط لي ما توسطليش، هو اتوسط لي لاحمد لبدريه ولاحمد وهبه والوفاء ولكل الناس. كل الناس هي صاحبه التصرف في الغلط وفي الصح. هو غلط، القانون يحاسب الكل. احمد غلط، القانون يحاسبه. بدريه غلطت، القانون يحاسبها. ده مش قصتي يعني. بس طب ما انا يعني، ما انتوا بعتولي اللي احمد رجب يغلط فيه، حصل؟ طيب عادي. انا مش مع اي حد في الغلط يا جماعه، انا مش مع اي حد في الغلط. انا لما بدريه طلعت غلطت في الشعب المصري كله، انا زعلت منها وهي غلطانه. لكن احمد الله يعينه على نفسه بصراحه، الله يعينه على نفسه. لكن شطا انا ما بحبوش يتكلم بنيابه عن لسانك او عن لسان وفاء او عن لساني. انا شطا ما بتكلم، انا اتكلم زي 30 شطا، وانا محتاج شطا يتكلم. انا فاهمه يا احمد، بس الموضوع بيجي وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، هو شطا غريب عنك؟ عني انا؟ انت عايزهم يمسكوا فيا انا كمان ولا ايه؟ لا والله ما اقصدش يعني مش شطا انت تعرفيه كويس. انا بحلل كل واحد واعرف كل واحد. عمره قال لك ان انا كلمته ولا قلت له ولا جيت ناحيته؟ والله العظيم انا قلت لاحمد رجب استحاله، اقسم بالله اللي جاب القلعه عند البحر. شطا مجرد بيبقى قاعد موجود ضيف عند احمد. احمد عمل معاه واجب ما عملش واجب بس، لكن ولا في تحويلات ولا في اسمهم ايه شهريه ولا في اي كلام من الفاضي ده اصلا. مجرد ليه شهريه مين؟ وانا يعني لا مؤاخذه شارع عمرو اديب وانا متعاقد مع عمرو اديب. لا لا لا، انت هتتكلم عن عمور ولا ايه؟ اهدى شويه يا حبيبي. والله بكلمك بجد يعني، وانا متعاقد مع عمرو اديب اعمل شهريه وبتاع واجيب مش عارف ايه. ما اعرفش والله اغلط في الناس عن طريق ناس. انا بوصل اللي بعرفه. انا لما حد بيظلم حد قصادي انا برد الغيبه، غير كده لا. انا اللي بيني وبين اي حد عيش وملح، اللي بيني وبين احمد رجب عيش وملح. لكن مش عاجبني اللي بيعمله. غلط فيا قبليكم، صح ولا لا؟ غلط في الكل. ايوه صح ولا لا؟ مش غلط فيا قبليكم؟ كان بيقول لك غلط في الكل. كان بيحط صور يا احمد، اسمعني، مش كان بيحط صوري معاكم؟
مش كان بيحط صوري معاكم بيغلط معاكم فيا على اليوتيوب، بيغلط فيا معاكم؟ والله لا كلام ما يتقالش اصلا، يعني ما يصحش. يا حبيبي هو كان بيغلط فيا معاكم من ضمن الليلة بتاعت العصابة ولا لأ؟ في الاول طيب يعني ايه في الأول البدايات في البدايات كان بيعمل كده. طيب خلاص، يعني كل واحد في البدايات بيعمل كده وفي النهايات بيعمل ايه؟ بيعمل عيشة. طيب يعني انا بالنسبه لي اللي اسمه النيله ده الأروش ولا الادوش ده ولا الناس دي كلهم عمالين يتكلموا ويغلطوا برضه ويجيبوا زيد وعبيد. طب انا لما رحت لقيتهم اتفه من اسماعيل، يعني اغلب من اسماعيل ياسين، اطيب من اسماعيل ياسين، اقسم بالله اطيب من اسماعيل ياسين. ولما فتحت اللايف عندك يا برنس انت، يعني انا انت كنت تعرف ان انا اخش عليك اللايف يا احمد؟ لا. وغلطتك اللي انت كنت عامله خاص. عارف بقى بيقاوحوا وبيكذبوا وبيكذبوا وعمالين يغلطوا. ايه رايك؟ لا ما طب ما متسجل. ما تبعتهولي طب يا برنس الليالي. اشمعنى ده ما نزلتهوش يا راجل؟ لا ما والله العظيم قلت احتراما للكلمه اللي قلناها. لا عشان بيغلطوا فيا يا احمد. مين اللي بيغلط فيك؟ لا ابعتهولك يا سلام. ابعتهولي يا برنس عشان بس الكداب مش كويس. اصل كدابين قوي اقسم بالله. دخلت عليهم دخله ولا اكن عارف المديريه كلها. ايه رايك؟ الله، ما انتوا شفتوا بعينيكم. هو كان امتى اصلا الحوار ده؟ انا اعرف. فانا بالنسبه لي مش هنزل لحد تاني عشان دول ناس رخيصه. يعني انا الضعيف ما بحبش اجي عليه. فالا قهرة الرجال يا جماعه، دي النهيه بتاعتي. قهرة الرجال انا ما بحبهاش. بس عايزاك كل يوم بقى تقول عليا الطلاق بالتلاتة ومش عارفه ايه. انت برضو جاي، بس انت يعني حظك اللي انا ما بحبش اجي برضو على الناس العويله. الرجاله اللي تبقى عويله وعامله نفسها اللي هم بيطلعوا نار من بقهم، انا مش بحبهم. عشان قصادي عاملين زي الامن شكل ايه؟ الصراصير الصغنونه. النمل الاسود ده حد بيشوفه؟ لا ده في نوع جديد طلع اسمه الامل السبراني. الايه يا اخويا؟ الايه يا اخويا؟ الايه الامل ايه؟ مش الامل المشكل يعني؟ الحمد لله. السبراني. مالنا احنا ومال الكلام ده. والتاني ده يعني انت لما رميت اسد لهاني عوض حد اتكلم؟ خلاص هم متفقين. اشمعنى هاني عوض؟ لا يعني انا بتكلم اللايف موجود معاك صح؟ بقى موجود معاكي. ايوه يعني موجود، يعني الناس شافت بعينيها. كانوا كام نفر شافوا؟ اللايف عندك اهو، اتصرفي انت بقى. لا يعني انا بقول اللايف كام واحد شافوا؟ ناس كتير. ليه بيكذبوا؟ وليه بيكذبوا على نفسهم؟ وبعدين اللايف خاص ايه ده؟ كان فيه 150 بني ادم. برضه خاص بالنسبه لي ضعيف. ده كانوا عايزين رشه المطهر. يا ام المطهر رش الملح 7 مرات. والله العظيم انا فعلا انا مش كويسه لما قلت لك امسح كل الفيديوهات ورب الكعبه يا احمد عليهم. اقسم بالله ما يعرفوا حاجه عن الرجوله ولا عن الجدعنه ولا عن الكلمه الجدعه، ولا قبله حتى في يوم من الايام عيل صغير جدع. مش هقول راجل جدع بس. في ميزان حسناتك يا لولا. انا في ميزان حسناتي كتير قوي 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 قوي. يعني اعمل ايه طيب؟ رايحه الجنه بصاروخ. رايحه الجنه بصاروخ يا جماعه، خلي بالكم. عشان تاخدين الجنه معاكي. لا ليه؟ لا يا اخويا، لا 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 لا. انت في منك شويه هيروحوا هنا وشويه هنا.
ايوه يعني كفر الاول عن سيئاتك. انا كده كده رايحه الجنه يا جماعه، هقول لكم انا ليه عشان انتوا بس الناس اللي اولا انا جوزي الله يرحمه كان مسيحي وخليته اسلم، ابو بناتي واول بختي تمام. فانا كده كده رايحه يعني الجنه بالصلاه على النبي يعني، وام ل3 بنات اوكي. بس فانا بفهمكم يعني عشان ليه انا بقول انا رايحه الجنه، فالكل لازم يشبط في ليلى عشان انا طبعا رايحاها مش بصاروخ، رايحاها على طول كده. يعني طلعت من اولياء الله واحنا كنا فاهمين غلط. طبعا كلكم فاهمين غلط، انا سايباكم كلكم تفهموا غلط. ربنا يسامحنا. ايوه وبعدين عايزه اقول لك حاجه يا احمد. اي حد بيتكلم والله العظيم بجد الكلام للكل يعني، اي حد بيغلط اي حد بيتكلم ناس فاضيه، ناس عايزين يتشافوا وخلاص. يتشافوا. خلي بالك انا ما اعرفش يعني انت، طب وانت مالك انت يا فيوم؟ انت مالك اصلا يا مدام؟ ده حتى الانبياء ما قدروش يقولوا كده كده رايحين الجنه. انت مالك اصلا يعني؟ انت مالك؟ وبعدين انا ما بكلمكش، انت مالك؟ انا رايحه الجنه، انت مالك يا ابني؟ هو احنا كل ما نتقدم خطوه ترجعنا؟ انت مالك؟ الانبياء ما يقدروش يقولوا انت مالك، انا قلت بيتك ايه ده يعني؟ سبحان الله فيكم كل العبر والواحد مش عارف يعمل معاكم ايه بصراحه يعني بجد يعني. طب ده نقول له ايه؟ ما تاخد ان شاء الله، تاخد النيلة عليها وعلى اللي جايبها. ما خلاص خدت براءة، خدت. هي شفتوها طلعت على الاسفلت يعني ولا ايه؟ مش فاهمة بصراحة يعني، مش فاهمة بصراحة يعني. طب الفيوم عايز يعتذر لك ويقول لك انك انت كنت فاهمه غلط. لا انا مش فاهمة غلط يا احمد، انت شفت بعينك، انا مش فاهمة غلط والله العظيم ما شفت. لا انا بعتلك وانت شفت. بقول لك والله ما شفت. يا سلام يا راجل يا راجل. المصحف ما شفت. والمصحف السلام عليكم، ازيك يا ابو يوسف؟ استاذ مصطفى، عم مصطفى، بسام، مدام ليلى. ليلى اخبارك ايه؟ انا عاوزك تسمعني بس دقيقه واحده. حضرتك ممكن نزلت؟ طيب استنى فيوم. طب خدي خلاص، طيب نفهم فيه ايه. خدي طيب خلاص. خلاص فهمينا في ايه طيب. خير ابو غازي. حبيبي يا عم احمد، منور منفردا لوحدك فقط لا غير. حياة هؤلاء جميعا بلا منافس، بلا منافس، قولا واحدا. يا استاذ احمد والله. حبيبي يا عم احمد، واللي عنده اعتراض يقول انا عارف ان في ناس جواها كده هو سواد ونفسها تقول بس مش قادرة تنطقها، عارفهم واحد واحد. لا يا استاذ احمد كلنا بقينا عارفينهم. لا بس انا عارفهم يا عم احمد لوحدهم. حبيبي يا حاج مصطفى، عارفهم والله العظيم يا عم احمد، اقسم بالله عارفهم. بيحاولوا ان هم يثبتوا
ان هم احباب، لكن هم معروفين من جواهم سواد. البص تخش عليهم بكشاف ليزر جوه قلوبهم تلاقي فيه سواد ما ينورش من كتر الضلمه ومن كتر السواد اللي جواهم.